عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. كومنتاتكم بتحفزني بطريقة ما تتوصفش. معاكم النهاردة قناة سدرة، ونشوف النهاردة البرج اللي معانا برج الجدي. برج الجدي يعني احنا دلوقتي في ايامه وبياخد من شهر واحد كمان. يا رب تبقى ايامك كلها سعيدة ومبسوط وفرحان يا برج الجدي. وتعالوا النهاردة نبدأ ببرج الجدي ونسمي الله ونصلي على النبي في الكومنتات. ويا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ان شاء الله عن قريب هيبقى فيه القراءات الخاصة، وهنزل لكم الرقم على الفيديو على الديسكريبشن تحت، علشان اللي محتاج اي قراءات خاصة يتواصل معايا على الواتساب. يلا بينا نسمي الله ونقول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. برج الجدي. برج الجدي مش من اولها، يعني دموع كده مش من اولها. برج الجدي انت ماشي في طريق انفصال خطوبة جواز، عن شغلك. انت ماشي في طريق انفصال. انت ما كنتش مرتاح في حياتك يا برج الجدي، ومذبذب ما بين وما بين لا. بس انت في الاخر هتاخد القرار، وصدقني هترتاح جامد جدا. دموعك ما بتنشفش، يعني انت دموعك يا برج الجدي ما بتنشفش. حاول تمسك اعصابك وتهدي نفسيتك شوية. من الاخر محدش هينفعك، من الاخر محدش هينفعك. انت عليك ضغوطات كتير جدا، وخايف من اللي جاي بطريقة ما تتوصفش. سلمها لربنا وقول يا رب، وان شاء الله مشيئة الرحمن. ربنا طبعا ما بيسيبش حد. في حد ممشي الطرف التاني يا برج الجدي، يعني قراره مش من دماغه، قراره من حد عنده. اذا كان اخوه، اخته، مامته، باباه، صاحبه، زميلته، ايا كان، بس هو قراره مش من دماغه. فخليك على نفس اللي انت فيه، عشان انت لو كملت يا برج الجدي هتتعب جامد جدا زي ما انت كنت تعبان في البداية. خليني برضو اقولك يا برج الجدي ان ربنا ان شاء الله هينصفك. في حد انت ليل نهار، مش طبعا احنا عارفين ان الدعاء على شخص حرام، فانت في حد انت بتحاسبن عليه ليل نهار. ربنا هيجيب لك حقك قدامك، زي ما بنقوله كده هتجيب كرسي وتقعد تتفرج على حقك وهو بيجي لك لحد عندك. خليك زي ما انت في نفس طريقك اللي انت ماشي فيه. بص يا برج الجدي، الشخصية اللي انت بتنفصل عنها، اذا كان حبيب، شريك، زوج، خطيب، ايا يكن، انت الطريق اللي انت ماشي فيه اهو، ده الطريق اللي انت ماشي فيه، وهو بيجيلك بس في طريق ضيق جدا جدا جدا، وخايف ان هو يوصل لك. خايف عشان عارف ان هو لو جالك هتحرجه، هتكسفه، فهيدور المحور بتاعه وهيمشي، بس هيمشي عند حيطة سد. فخليك زي ما انت، عشان انت ما بتندمش يا برج الجدي، بالعكس انت بتدي وبتوعظ وبتقول للحاجة لأ مرة واتنين وتلاتة، ومع ذلك اللي في دماغ الشريك التاني هو اللي في دماغه ما بيسمعش الكلام. فبالتالي هو وصلكوا لطريق منحدر، طريق انفصال، بس انت هتمشي في طريق واسع ومريح، هو هيجيلك في طريق ضيق ومش عارف يمشي منه. هيلاقيك انت طبعا مش قادر ان انت تبصله، فهيمشي المنحدر تاني، هيخش لحيطة سد. برج الجدي ربنا ان شاء الله هيعوضك خير عن كل اللي انت شفته مع الشريك التاني. وزي ما احنا قلنا في حد هو اللي ممشي الشريك التاني، مش قراره من دماغه.
حالتك النفسية مش أحسن حاجة بسبب الانفصال عن الشريك، بس خلّينا زي ما إحنا متفقين إن ربنا إن شاء الله بمشيئة الرحمن هيجبرك عن قريب. إن شاء الله برج الجدي تخش السنة الجديدة وأنت فرحان وسعيد ومبسوط بحياتك الجديدة، وساعتها صدّقني على المدى القريب مش على البعيد هتضحك على نفسك. اللي هو أنا إزاي أصلًا كنت مكمّل مع الناس دي، أو اللي هو أنا إزاي كنت واثق في الناس دي وأعطيهم الثقة والأمان للدرجة دي وهُم خانوني وأنا كنت عبيط. برج الجدي أنت في مسؤولية في رقبتك، في مسؤولية في رقبتك، بس أنت قدّها. وهتطلع قدّها، وساعتها الشريك اللي سابك هيبقى مصدوم، اللي هو أنت إزاي كمّلت بالمسؤولية دي، أنت إزاي قدرت تُقف على رجلك بعد الخسارة، طبعًا هو هيبقى شايف نَفْسه إن أنت اللي خسرته مش هو اللي خسرك، فهو هيبقى مصدوم يا برج الجدي. ده كان النهارده البرج بتاعنا، يا ريت ما تنسوش تصلّوا على النبي في الكومنتات وتقولوا لي رأيكم، كومنتاتكم بتحفزني جدًا، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد، ومعاكم قناة سدرة، يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وإن شاء الله عن قريب هيبقى في رقم للقراءات الخاصة في الdescription تحت أو على الفيديو، و تبعتوا لي ساعتها على الواتساب وأنا هارُد عليكم طبعًا ومش هاتأخّر عليكم، وعن قريب برضه إن شاء الله نبقى نفتح بث مباشر لكل اللي عايز يسأل عن حاجة، وهيبقى معانا برضه الفنجان، وهاستنى آرائكم في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.